أهلا بك عزيزي المشاهد في رحلة جديدة إلى جمهورية مصر العربية. تعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم، بما تستحوذ عليه من أعداد السائحين الوافدين من جميع أنحاء العالم، وتمتاز بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، وانتشار المعابد والمتاحف والآثار والمباني التاريخية والحدائق الشاسعة على أرضها. فهيا بنا إلى أهم 10 مدن تجعل من السياحة في مصر مقصد لجميع السائحين على مستوى العالم. مدينة سيناء. تلقب سيناء بأرض الفيروز، وهي شبه جزيرة صحراوية مثلثة الشكل تقع غرب قارة آسيا، وبالتحديد في الجزء الشمالي الشرقي من جمهورية مصر العربية. تبلغ مساحتها حوالي 60,000 كيلو متر مربع، وتمثل نسبة 6% من مساحة مصر الإجمالية. أهم المعالم السياحية في سيناء: دير سانت كاترين. يقع الدير أسفل جبل سيناء في منطقة جبلية تتميز بحلاوة المناخ وعذوبة المياه. دهب سميت بهذا الاسم نظراً لتشبيه رمالها المتلألئة تحت ضوء الشمس بالذهب. هي واحدة من أجمل بقع سيناء التي تصلح لممارسة رياضة الغوص. جبل موسى يوجد في أعلى قمته كنيسة صغيرة وجامع. يحرص السائحون على تسلق الجبال عقب منتصف الليل لمشاهدة منظر الشروق من أعلى قمته. مدينة الغردقة. تعتبر الغردقة من أجمل الأماكن السياحية في مصر، وذلك لأن المدينة تتمتع بجمال طبيعي ساحر، وأماكن استجمام مناسبة للأفراد والعائلات الذين يقصدونها من داخل البلاد ومن جميع أنحاء العالم. وفيما يلي نقدم لكم أجمل الأماكن السياحية في الغردقة التي ننصح بزيارتها. مارينا. تعد مارينا واحدة من أروع القرى السياحية في مصر، ومن أشهر مناطق السياحة في الغردقة. تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 150 ألف متر مربع، وتوفر للزائر كل ما يخطر في البال من أماكن للتسوق والإقامة وغيره في بيئة ساحرة. متحف الرمال من أهم وأشهر معالم السياحة في الغردقة، ومن المراكز والمعالم المميزة جدا في مصر، لكونه أول متحف للرمال في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، ويتميز بأنه أول متحف رملي في العالم يستخدم في نحت تماثيل ومجسمات نوعين من الرمل، وقد شارك في نحت محتوياته أكثر من 40 نحات من مختلف البلدان حول العالم. الجونة هي إحدى الأماكن السياحية المميزة في الغردقة، وهو عبارة عن منتجع يقوم بتقديم أرقى الخدمات السياحية لجميع زواره. تعتبر الجونة أحد أهم مواقع الغطس في العالم، والتي تستهوي العديد من هواة رياضة الغطس والغوص لاكتشاف مياه البحر. متحف الأحياء المائية. يحتوي المتحف على العديد من أنواع المخلوقات المائية التي يفوق عددها إلى 1200 حيوان بحري، والتي تنتمي إلى أكثر من 100 نوع من فصل المخلوقات البحرية المختلفة. سي وورلد الغردقة عبارة عن منتزه مائي كبير يقع بجانبه فندق ومسابح والعديد من مرافق الترفيه الأخرى. مدينة الإسكندرية. كانت الإسكندرية في العصر القديم عاصمة مصر، وأطلق عليها لقب عروس البحر الأبيض المتوسط، وقد تم تشييدها على يد الإسكندر الأكبر، لذلك سميت بهذا الاسم تخليداً له. تعتبر الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر بعد مدينة القاهرة. وفيما يلي نقدم لكم أهم المعالم السياحية في الإسكندرية. قلعة قايتباي تعد أحد أقدم المعالم الإسلامية وأهم المعالم السياحية في الإسكندرية، التي تستقبل أعداد كبيرة من السائحين على مدار العام. هذه القلعة قام ببنائها السلطان أشرف سيف الدين قايتباي على ساحل البحر المتوسط، في نفس مكان المنار القديم الذي دمر أثناء حدوث زلزال قوي قديما. مكتبة الإسكندرية
تعتبر من أهم أماكن السياحة في الإسكندرية ومصر بشكل عام، حيث إنها منارة الثقافات والفنون والحضارات المختلفة حول العالم. حدائق المنتزه. تنتشر حدائق المنتزه على مساحة 370 فدان، وهي توجد حول قصر المنتزه الذي قام ببنائه الملك حلمي الثاني ليكون استراحة ومصيف له في فصل الصيف. كورنيش الإسكندرية يعتبر من أهم الطرق المرورية، فهو أهم رموز السياحة في الإسكندرية، ويطل على ساحل البحر المتوسط، يمتد من رأس التين إلى قصر المنتزه. كوبري ستانلي. تم بناء كوبري ستانلي حديثاً لزيادة توسعات كورنيش النيل، ويتميز هذا الكوبري بتصميمه الرائع وكثافة الأنوار المضيئة، فهو يشبه القصور الملكية. متحف الإسكندرية القومي. تم بناء متحف الإسكندرية على الطراز الإيطالي تبعاً لأحد الأثرياء بالإسكندرية الذي كان مانكاً له في بادئ الأمر. يشمل متحف الإسكندرية القومي على مجموعة كبيرة من القطع الأثرية التي قد يصل عددها إلى 1800 قطعة أثرية من كافة العصور القديمة والحديثة. 1. سيوة. هي جنة مصرية وسط الأراضي الصحراوية، تتسم بالمناظر الطبيعية الخلابة، وهو ما يميزها كمنتجع سياحي وترفيهي وعلاجي في الوقت نفسه. يقبل عليها السياح من كافة بقاع العالم للاستشفاء والترويح عن النفس. تتميز بوجود عدد عظيم من البحيرات المتسعة في وسط هذه الصحاري، فبعد قطع مئات الأميال في صحراء قاحلة تشاهد سطوح بيضاء ناصعة. أهم بحيرات سيوة هي بحيرات الزيتون وخميسة والمراغي. مدينة دهشور من المناطق السياحية التي يأتي إليها الزوار من جميع أنحاء العالم، لما فيها من آثار فرعونية كثيرة وعظيمة. قام فرعون مصر سنفرو باختيار هضبة دهشور الصخرية لإنشاء مقبرة له. أهم الأماكن السياحية في دهشور: هرم سنفرو المائل، هو أحد أهرامات مصر وأحد 3 أهرامات قام ببنائها الملك سنفرو. هرم سقارة، أهم ما يميزه هو شكله المدرج الذي يميزه عن باقي أهرامات الجيزة، لذلك سمي بالهرم المدرج من قبل الباحثين. مدينة أسوان من أشهر المشاتي في مصر والعالم، حيث يمتاز جوها خلال فصل الشتاء بالمعتدل والمشمس. أبرز الأماكن السياحية في مدينة أسوان: المسلة الناقصة، تقع في المنطقة الشمالية من محاجر مصر القديمة، وهي أكبر مسلة قديمة معروفة. سميت بهذا الاسم لأنه أثناء نحتها ظهرت الشقوق بها، فتم التخلي عن إتمامها. متحف النوبة يعبر عن الحضارة والثقافة النوبية، قامت ببنائه منظمة اليونسكو، ويحتوي على أكثر من 3000 قطعة أثرية نادرة. معبد فيلة من أشهر معالم السياحة في أسوان، حيث يذهب السياح إليه من خلال رحلة بحرية رائعة. قرية غرب سهيل توجد وسط نهر النيل، وتعتبر أول قرية سياحية نوبية يعشقها السياح، حيث يتم استقبال القرية بالأغاني والتراث النوبي، وتمتاز بمناظرها السياحية الخلابة. مدينة شرم الشيخ تتميز بأجوائها المعتدلة وكثبانها الرملية التي تتلألأ في الصحراء، فهي مدينة متكاملة، حيث يوجد كل من يبحث عن الاستجمام بالطبيعة المبهرة ومطلبه، وأيضا من يبحث عن التسوق والحياة المليئة بالأنشطة الترفيهية. أفضل الأماكن السياحية والترفيهية في شرم الشيخ: خليج نعمة هو المركز الرئيسي لجذب السياح في شرم الشيخ، حيث أن منطقة خليج نعمة بها كل ما يلزم السائح من كافيهات ومطاعم وأسواق ونوادي، بالإضافة إلى الكثير من النوادي الليلية التي تجعل هذه المنطقة وجهة هامة ومقصد رئيسي للكثير من السياح العرب والأجانب.
الباتروس أكوا بارك. يعد أكوا بارك هو الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط، وهو منتجع سياحي ضخم، حيث يحتوي الفندق الخاص به على نحو 260 غرفة مجهزة على أعلى مستوى، كما يوجد به نحو 19 حمام سباحة مناسب للكبار والصغار. محمية رأس محمد تعتبر من أهم الأماكن السياحية في شرم الشيخ، التي تجذب الزوار والسياح لهدف زيارتها وقضاء أجمل الأوقات هناك. تقع محمية رأس محمد على بعد 12 كيلو متر من شرم الشيخ في جنوب شبه جزيرة سيناء، والتي يقوم الإشراف عليها من قبل منظمة اليونسكو العالمية. ألف ليلة وليلة. الهدف الأول لألف ليلة وليلة هو تقديم الحضارة الفرعونية والحضارة المصرية العريقة بشكل مبسط للزائرين محبي دولة مصر. عرض الدولفين يعتبر من أهم الأماكن السياحية في شرم الشيخ، حيث تجذب عروض الدولفين العديد من الزوار والسياح إليها، حيث تقام العديد من العروض الترفيهية للدولفين الممتعة والمناسبة لجميع أفراد العائلة. مدينة القاهرة هي عاصمة أم الدنيا وجوهرة الشرق، وتعتبر المدينة الأكبر والأكثر سكاناً في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يزيد عمرها على 1000 عام. أفضل الأماكن السياحية في القاهرة: برج القاهرة. برج القاهرة الذي يمثل زهرة اللوتس أيقونة الحضارة الفرعونية، يبلغ طول البرج 187 متر، وهو مكون من 16 طابق. يقع البرج في موقع متميز، حيث يطل على نهر النيل، وبنظرة واحدة من أعلى البرج ستشاهد القاهرة بالكامل. خان الخليلي أشهر الأحياء القاهرة القديمة، ويتميز بأنه يغلب عليه الطابع الإسلامي، كما يتميز بكثرة المحلات والمطاعم والبازارات. المتحف المصري هو بوصلة السياحة في مصر، حيث يضم عدد هائل من القطع الأثرية منذ فترة ما قبل التاريخ وحتى نهاية العصر الفرعوني، بالإضافة إلى بعض الآثار الرومانية واليونانية. مدينة الجيزة. تأتي السياحة في الجيزة في المرتبة الثانية بعد السياحة في الأقصر من حيث الأماكن والمعالم الأثرية، كما حصلت على المركز الرابع ضمن محافظات مصر في تقديم الخدمات السياحية. وتتعدد أنواع السياحة في الجيزة كالسياحة العلاجية والسياحة الترفيهية. أهم المعالم السياحية في الجيزة: أهرامات الجيزة، هي عبارة عن 3 أهرامات هما خوفو وخفرع ومنقرع، المسجلين ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي. أبو الهول يقع في نفس منطقة الأهرامات ال3، نحت من حجر الكلسي بجسم أسد ورأس إنسان، ويعتقد أنه كان ملون، وما زالت آثار الألوان موجودة بجانب أذنه. القرية الفرعونية من أعظم معالم السياحة في الجيزة، حيث بالوهلة الأولى لدخولك للقرية سترى التاريخ بعينك وتعيش أحداثه. تقدم القرية عروض متكاملة كل يوم تتحدث فيها عن تاريخ مصر على مر العصور والفترات، وكل ذلك بواسطة أشخاص حقيقية تقوم بتمثيل يوميات الفلاح المصري. مدينة الأقصر هي المدينة التاريخية العريقة، حيث كانت عاصمة مصر القديمة حتى سقوط الدولة الفرعونية. كان يطلق عليها حينها مدينة طيبة. الأقصر مدينة بها ثلث آثار العالم، فهيا بنا إلى أبرز الأماكن السياحية بها. معبد الأقصر من أشهر المعابد الفرعونية الموجودة في مدينة الأقصر، تم بناؤه لعبادة الإله آمون راع. معبد الكرنك من أبرز معالم السياحة في الأقصر وأشهرها على الإطلاق، وبالطبع لا ننسى الصورة المميزة للمدخل إلى المعبد، أو ما يعرف بطريق الكباش، حيث تتراص على الجانبين تماثيل أبي الهول المصغرة. ولكن أهم ما يميز معبد الكرنك عروض الصوت والضوء الساحرة التي تقام كل مساء. وادي الملوك يقع على الضفة الغربية لنهر النيل،
ويحتوي على الكثير من المقابر الملكية التي تمتلئ بالنقوش والرسومات والزخارف الفرعونية الرائعة. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لك عزيزي المشاهد على حسن المتابعة والاستماع. نرجو دعمك لنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء.